هي مش معتازة أكتر من صدر دجاج واحد، ورح تعملوا أطيب فطيرة ممكن تكونوا جربتوها بحياتكم. انتوا بس شوفوا لي هالمنظر يا جماعة، قد ما قلكم بتشهي قولوا أكتر. خلينا كالعادة ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وانتوا. فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. والبسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون 2 كوب من المي الدافية، بضيف عليهم معلقة كبيرة مليانة من الخميرة ومعلقة صغيرة مليانة من السكر. لكم كتير منيح، بس لأتأكد من فاعلية الخميرة بشيلها 5 دقايق على جنب. عندي هون 5 أكواب من الطحين، ضفت عليهم 3 معالق كبار من اللبن الزبادي، 3 كوب من الزيت النباتي، وبياض حبة واحدة من البيض، مع إضافة رشة بسيطة من الملح. افرك كل هاي المكونات مع بعض عملية بس. بعد هيك رح أبدأ أعجن بالعجين عادي جدا لتتكون عندي عجين ما بتلزق بإيدي، متماسكة متشبعة تماما بالمي. عجنها مدة ما بتقل عن 8 دقايق، كل ما عجنتيها أكتر بتعطيكي نتيجة أفضل. بدهن الطبق بزيت نباتي، بعد هيك بغطيها وبتركها بمكان دافي لتخمر معانا تماما. في هذا الوقت رح نبدأ نحضر للدجاج. رفعت المقلة على الغاز وضفت 3-4 معالق من الزيت النباتي، وعندي هون حبة من البصل مفرومة عندي شرحات رفيعة. أول ما دبلت معي البصل وما أخذت لون أبدا، مباشرة رح أكون محضرة صدر واحد من الدجاج مقطعته لشرحات رفيعة. بالنسبة للتقطيع صبايا قطعوها بالطريقة اللي انتم بتحبوها، المهم ما تخلوها سميكة أبدا. متى ما الدجاج دخل عندي بمرحلة السوا رح أضيف الفلفلة الملونة، ضفت نص حبة من كل لون. رح أضيف أيضا فطر معلب، لو متاح عندكم الفريش للأمانة أطيب وأطيب، ولكن أنا ما كان متوفر عندي إلا المعلب. رح أضيف أيضا 3-4 معالق من الذرة، سواء كانت معلبة أو فروزن مش كتير بتفرق. بشوح كل هالمكونات مع بعض، إضافة إلى معلقة صغيرة مليانة بنبهارات الدجاج، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من بودرة بصل وبودرة ثوم، وبضبط الملح. شوح كل هالمكونات مع بعض، بعد هيك بطفي الغاز وبترك الحشوة اللي تبرد معانا تماما. هلا يلا نطبق وصفتنا. اختمرت عندي العجين تماما، بعد هيك أخذت قطعة من العجين وبدهن صينيتي بالزيت. أنا الصينية اللي استخدمتها مقاس 30. برد العجين والسمك ما يكون عندي كتير رفيع ولا كتير سميك. بعد هيك ببدأ إني أعمل لها ثقوب بالشوكة، وراح أحط الحشوة بعد ما بردت معانا تماما. بعد هيك راح أحط كمية منيحة من جبنة الموزاريلا أو ميكس أجبان، الشيء اللي أنتم بتحبوه. بعد هيك برجع بفرد كمان قطعة من العجين وبسكر القطعتين على بعض، وبتأكد إنه عندي الأطراف كلياتها مسكرة بشكل مزبوط. برجع بعمل ثقوب أيضا بالطبقة الثانية لحتى ما تطلع عنا الطبقة سميكة ومبالغ فيها. راح أيضا أضيف شوي من جبنة الموزاريلا مع حبة البركة وشوي من السمسم، وبدخلها على فرن محميته مسبقا على درجة حرارة 250. بعد هيك بنزل الحرارة لل200، وأول ما بتتحمر معي من تحت على طول بدوي عليها الشواي من فوق. وهيك بقدر أقولكم دوقوا يا جماعة واستمتعوا بأطيب طعم. هلا كالعادة لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني حتجربوها أو لا. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.